شايفين ده؟ هذا العمود البريء الدحلابي ده رادار. الرادار ده محور جمال عبد الناصر، وانت نازل من الكوبري اللي هو بيبقى جايبك على محور جمال عبد الناصر عند غرب الجولف والمدرسه بقى اللي هي المصريه للغات اللي قدام دي، وكوبري ارابيلا قدام. الرادار ده اتحط على شكل ميل بوكس بريء عشان خاطر يصور العربيات في المنزل. زي ما انتم شايفين الطريق نازل كده، من اول ما بتنزل من الكوبري الطريق بيبقى نازل. مشكلتي معاه مش في ان هو موجود، انا ما عنديش ادنى مشكله ان يكون في سبيد كاميرا ودي حاجه كويسه جدا. مشكلتي ان هو مش محطوط له سرعه. هو بقاله حوالي اسبوعين 3 موجود، يعني موجود من رمضان وشغال ومش مكتوب السرعه. ابتدت تتحط يافطه صغيره مكتوب عليها 60 لو انت جاي من جنب النفق او انت طالع من النفق، انما لو نازل من الكوبري ما بتشوفش اليافطه دي. واتحطت يافطه تانية قدام بعد المدرسه اللي باينه في الفيديو دي ان هو 60 مش 8. وعلى كوبري ارابيلا المفروض ان السرعه 60، وبعد كوبري ارابيلا السرعه 80. فرجاء لما يتحط رادار زي ده يتحط قبله كذا لوحه في مكان واضح بمعرفه السرعه، عشان احنا بنبقى عاملين الرادارات للحفاظ على السلامه العامه، مش عشان نوقع الناس في فخ. في واحد تاني معمول زيه هناك هصوره لكم، لسه ما اشتغلش في الاتجاه التاني قبل ما اطلع الكوبري ده. التاني اهو عند قبل ما اطلع الكوبري بقى والمخرج بتاع النفق بتاع الدائري موجود اهو على الشمال، لسه ما اشتغلش، او غالبا ممكن هيستخدموهم بالتبادل. يعني الكاميرا ممكن تتشال من ده شويه تتحط في الشاسيه التاني ده. فاحذروا من هذا الرادار الكيوت الدحلاب اللي لابس حجاب، وخلي بالكم ان السرعه 60 في المنطقه دي. وبكرر الرجاء لما نحط الرادار، احنا ما عندناش مشكله ان الرادارات تتحط، بس نحط السرعه، لان انا واثق تماما ان ناس كتير قوي لبست فيه، خصوصا ان اللي هناك ده زي ما بقول لكم ان هو في منزل، حتى لو انت مش بتجري فانت لابسه يعني. فيومكم جميل.